حنا كاملين كنعرفوا باللي انت اللي كتشوف راسك خايب، المظهر ديالك كيشكل لك واحد العقده اللي غالبا ما كتطور نقطه ضعف، وكتولي من بعد مصدر ديال الالام والمعاناه. كتمشي كتوقف قدام المرايه وكتبدا تعاود ديك المقوله الشهيره: علاش انا بالضبط تزاديت هكا. بالنسبه لك انت فين ما كتصور شي سيلفي كتمرض وكتزيد تعقد من المظهر ديالك. علاش؟ لانك كتعيش في واحد العالم اللي واخا تلاقى فيه مع شي واحد ما كتعرفوش كتعامل معاه مزيان اذا كان بوغوص، والعكس صحيح. داكشي علاش ديما كتحط قدام عينيك واحد اللي انك مثالي وزوين اللي ما كرهتيش تكونو بطريقه او باخرى. المهم، اذا افترضنا انك ما غتقدرش دير عمليه ديال التجميل، خاصك دير في بالك هاد الخطوات اللي يقدروا يعاونوك على تجاوز هاد الخوف اللي عندك من المظهر ديالك. اولا، المساله ماشي شخصيه. انا عارفك باللي كتقول في الباطن ديالك باللي راك مستهدف وباللي هاد القبح في المظهر جا قاصدك انت نيشان. داكشي علاش بغيتك تعرف باللي هاد المشكل اللي فيك راه هو المشكل الاقل انصاف والاكثر عشوائيه في العالم. مساله حظ وصافي. حيت ملي كتفضل واحد الشخص زوين عليك انت، راه بحال كتفضل نهار مشمش على نهار صاب فيه الشتا. تا واحد ما عنده القدره باش يختار كيفاش يكون. خلي الصدمه في المظهر ديالك تغذي الحب ديالك للجمال. كيفاش؟ سهله. خاصك تعرف بلي الاعجاب هو الثمره ديال النقص. يعني من الاخر، خاصك تعرف بلي اقبح الناس هم الاشخاص اللي كيقدروا يعطيو احسن حكم للجمال. هادي عندك وما عادش هذاك اللي بغيتي تولي بحالو. فهم الاشياء بالحساب. كتعقل على راسك ملي كنتي كتشوف راسك ما بيكش، ودابا ولا كيبان لك راسك خايب، لانك شحال هادي كنتي كتقارن راسك غير مع ولاد دربكم ولا غير مع العائله، مجموعه اللي صغيره. دابا ملي كبرتي خرجتي للعالم والمحيط ديالك زاد كبر، ودخلوا ليه ناس جداد اللي طلعوا النيفو شويه، وبالتالي ولا كيبان لك راسك خايب. غادي نعطيك مثال. الا حطيت لك تصويره ديال البنت اللي زوينه وسولتك قلت لك واش هاد البنت زوينه ولا خايبه، طبيعه الحال بلا ما تردد غادي تقول لي راه بنت زوينه. ولكن الا عطيتك نفس التصويره ديال البنت معاها بزاف ديال التصاور ديال بنات اخرين حتى هما زوينات، هنا غادي صعب عليك الاختيار. علاش؟ حيت ما بقاتش هي بوحدها البنت اللي زوينه. رابعا، خاصك تكون صبار. شوف، شتي كيف ما كانت التفرقه ديال الجمال غير عادله بالنسبه لك انت، خاصك تعرف بلي حتى واحد ما كيبقى في الاخير فرحان بالمظهر ديالو. واخا يكون هاد الشخص كيبين لك بلي راه زوين، راه هو براسو ما راضيش. وحاجه اخرى، ما تسحابش راسك. راك عارف كل واحد شنو كيظن على المظهر ديالك. يقدر يكون شي واحد انت كتعجبو واخا انت كيبان لك راسك بلي راك خايب. كمثال على هاد الهضره، كاين اللي الا لاحظ انه عندك فورمه زوينه ولا انك لابس مزيان ودير بارفان زوينه، ما كيتسوقش نهائيا لداك الحبوب اللي معمر لك وجهك، والعكس صحيح. خامسا، تعلم من والديك. اذا كنت انت خايب راه غتكون دون شك ورثتي المظهر ديالك من الوالدين ديالك. ولكن اللي ما رديتيش ليه البال من هاد الشيء كامل هو انه والديك واخا حتى هما ما زوينينش راهم عرفوا كيفاش يدوزوا لك الحب والحنان. حاول تكون بحالهم ملي تكبر. وهذا الشيء علاش كاين واحد الاحصاء كيقول بلي الناس اللي حنونين وكيبغيو الخير هما الناس اللي ما زوينينش. كون ذكي وفي شكل. في بلاصه ما تبقى تقول ديما ديك الجمله ديال المظهر ماشي مهم، حاول تولي احسن في ملاحظه التفاصيل الدقيقه في وجوه الناس، وحاول تقراهم من التعابير ديال وجههم باش تمكن من انك تفهمهم اكثر ما كيحاولوا يفهموا راسهم. حيت كيف ما قلت لك، ما كاينش اللي كيفهم في الحاجه اكثر داك الشخص اللي ما كيتمتعش بها. وتقدر تولي هذه هي نقطه القوه اللي عندك، بحيث انك بها غادي تقدر تهرب على بنادم، وغادي يولي هاد بنادم براسو كيحاول يدير بحالك باش يوصل ليك. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين وتخليو لنا تعليق فيه الراي ديالكم. والفيديو الجاي غادي نعطيكم اهم الخطوات اللي خصكم ديروا باش تزيدوا من نسبة الجمال ديالكم ومن التبوكيصة ديالكم. خطوات بسيطة اللي تقدروا ديروها كل نهار.